طيب أصعب لحظة عشتيها وأنت تحت الأنقاض أشو هي؟ لما وقعني علي الطوابق وصحت لأختي وما ترد علي. وقت اللي صحت عليها ردت علي تشاهدت وتوفت. وعدتيني تضلي قوية. لك ينصر دينك أنت. كيفك؟ الحمد لله. أشو ليش صيفني فيها هالصفني هيك؟ ليش بدي أعرف. قولي لي أشو السر؟ ماشي. والله أشو؟ والله ماشي. أماني في رقبتك احكي لي ليش؟ والله ماشي. أماني في رقبتك خذي. والله ماشي. طيب أشو من شوي كانت عم تخلي أمك؟ أنا كتير كنت أشوفك على الفيس بتساعد الناس كتير حبيت أشوفك. حبيت تشوفيني؟ بتعرفي إنه أنا جيت صدفة؟ بتعرفي إيش صار؟ ماشي صار. هذا الدكتور قال لي رهف بتحبك وبدها تشوفك. قلت له ويني؟ قال لي تعال، مع انه انا ممنوع ادخل لهون، ها ما بصير مشان صحتكم، فسمح لي مشانك كرمالك بس. كتير حباب هذا الدكتور، أنا بحبه. والله وانا حبيته كثير. والله نية لك يا دكتور، كلهم بيحبوك ما شاء الله. وكان طيب ايش بتحبي تحكي؟ تفضلي احكي لنا. ما بحب. مو انت قلتي انه انا متابعتكم وعم بشوف وكذا؟ طيب اجت الفرصة انت رح تطلعي على التلفزيون، احكي لنا. أنا كتير كنت زعلانة لأنه توفت خالتي مرت أبوي وتوفوا خواتي التنتين الأصغر مني. ما ضليت غير أنا. بس انت احذري اشو؟ شو؟ انت البركة فيكي. الحمد لله بابا عاش وماما عاش. الحمد لله. وانت البركة فيكي صح؟ طيب بدي اقول لك شغله، ما بدي اياكي تضعفي، بدك تفرجيني ضحكتك وصبرك. مو؟ الحمد لله عم أصبر. عم تصبري؟ ايش بتقولي لهن اللي ما عم يصبروا؟ لازم يصبروا ويتحملوا الوجع. مو هيك؟ الوجع يعني الفقد وكل شيء، ان يروحوا شهداء والوجع الواحد بيتحمله. مو هيك؟ ايه بدنا نشوف ضحكتك. ايوه قولي لهم لك ينصر دينكم. ينصر دينكم. لك ينصر دينك انت. طيب اشو بتتمني يا رهف؟ بتمنى لكل الناس انه تشفى، ويعني ما يضل حدا انه يعني انه يتوجع. ايه امين يا رب. طيب كنت وقت الزلزال كنت نايمة. اول زلزال حسيت عليه قلت بيروح، رجعت الزلزال الثاني رحت فيق انه ماما خالتي مرت ابويا، انا بقول لها ماما. ايه فيقتها ردت علي. فيقت اختي الثانية، انا نزلت لتحت وصلت لباب البناي، يعني طلعت. اختي كانت فوق نزل عليها الباب، طلعت بدي اساعدها، قام وقعني علي كل الطوابق، اغمى علي. ضليت يعني تقريبا شي نص ساعة. كان في يعني بنت جيراننا صبية كان معها هاتف تقول ايش قد الساعة. اجت امي الساعة 9 تصيح علي، رديت عليها، جابت اجا كل اخوالي وعمامي وكانت عندي خالتي وامي. وبعدين طالعوني، ضليت من الساعة 4:30 الصبح للساعة 5:30 المساء. كل هذا الوقت انت تحت الانقاض؟ طيب اصعب لحظة عشتيها وانت تحت الانقاض اشو هي؟ لما وقعني علي الطوابق وصحت لأختي وما ترد علي. وقت اللي صحت عليها ردت علي تشاهدت وتوفت. وعدتيني تضلي قوية. سمعتيها انت؟ قد عمرها اختك؟ 9 سنين. قد عمرك انت؟ 11. 11. بدك تقويني لانه انا ترى ضعفت. هذا المكان، هذا البناء اللي دمر فيكم وين؟ في كندير.
جنديرس. جنديرس. انت من وين؟ أنا من جردناس. يا انصر دينك. لك انت من عنا. انا من كفرنبي. بعرف. تعرفي؟ انا بعرف. بدي اياك تضلي قوية ايه؟ ماشي؟ وتصبري. واصلا احلى شيء الواحد يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، صح؟ عطول يقولوا بقرأ قرآن كل شيء. الله يشفيك ان شاء الله يا رهف. وراح تطيبي. الدكتور قال لنا ما راح تطولي ان شاء الله. راح تطيبي. وامر الله وصار. حدا بيزعل من امر الله؟ خلاص. الله يشفيك ان شاء الله يا رب. توصيني شيء؟ لا سلام. الله يسلمك. طيب ايش محتاجي؟ ايش بتتمني؟ بتمنى بس أشفى. ان شاء الله راح تطيبي. الدكتور قال امورك سهله ان شاء الله. لا انا كل شهرين بتحرطم، بقعد لي شهر برجع بوقف على الجريه. منك متابعتيني؟ خلاص بتعرفي هذا الشيء ما؟ خلاص. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا.